ايه هو فن الراب ده؟ يعني انا معلش، يعني انا اكلم محمود الصيفي. فن الراب اللي انا افهمه كمواطن حاجه غريبه جدا. يعني النهارده واحد بيحكي موقف حصل له، نزل يشتري حاجه، طلع قال لك انا اشتريت، انا رحت، انا جيت، انا مش عارف ايه، بدأ يكتب جملتين وعمل فن الراب. ايه هو فن الراب؟ عظيم. هو مبدئيا بس قبل ما نتكلم عن الراب بالتحديد، تعال نشوف فكرة الفن في المطلق. الفن هو شيء ذاتي بحت. الفن ما فيش معايير محددة بتقول كذا كذا ده لازم يحصل عشان ده يكون منتج فني. لا، اي حد بيتذوق شكل معين وشايف ان دوت منتج فني راقي فاذا هو فن، ما دام في ناس بتحبه. ما ينفعش نحجر برأينا على الناس، لان على سبيل الذكر الاشخاص اللي حضرتك ذكرتهم زي مثلا عبد الحليم وام كلثوم. عبد الحليم مثلا اول حفله ليه على كلامه هو كان بيتحدث بالطماطم وبالبيض. فاي فن جديد ايا كان هيظهر، الاجيال اللي قبلنا على طول لازم يفضلوا متمسكين بافكارهم ومتمسكين بشكل الفن اللي هم عايزينه. حضرتك او اي حد تاني عنده مشكله مع فن الراب، بكل بساطه ايه هي مشكلتك او ايه اللي يخليك تقول ان ده مش فن؟ عشان انت عارف او شايفه مش شبه الاغاني اللي انت عارفها. طب ايه هي الاغاني اللي هي المنتشره؟ اغاني البوب، توبيك او توبيكين. التوبيك الاولاني او الموضوع الاولاني الاغاني الرومانسيه الحزينه اللي بتبكي الصخر وتغلي المهر والحاجات ديت، وحبيبتي سابتني والزمن والقدر والسهر والكلام ده كله. ده فكرتهم عن ما هو ده الاغاني. بيجسد الواقع اللي المجتمع عايشه. ما هو ما فيش مشكله، يعني ولكن هل الواقع عباره عن العلاقات العاطفيه بس يا استاذ لا، احمد؟ مش بس، ما انت بس عندك اغاني وطنيه، عندك اغاني نادرا عاطفيه، نادرا. عندك اغاني بتدل على كل حاجه في حضرتك المجتمع. ذكرت مثلا عمرو دياب عامل اكتر من 1000 اغنيه كلهم رومانسي، نفس المحتوى هو، بس المره دي مره حزين مره مبسوط مره زعلان. وهو ده اللي خلى فن الراب يطلع. فايه هو فن الراب بكل بساطه؟ هو خرق لكل المعايير بتاع فكره الاغنيه الطيب الثابت دوت. هي ده سبب نشأة الهيب هوب في في بدايات السبعينات. كان هدفها هو كان تغيير لفنون كتير. الهيب هوب فيه جرافيتي، دي جي، بريك دانس، بيت بوكس، والراب. الراب كان تطور للشعر وليس الاغنيه. يعني ده مفهوم مهم جدا، بمجرد ما بيتصلح عند بعض الناس كل مشاكل مع الراب بتنتهي. بكل بساطه الراب عباره عن تطور للشعر. بص كلمه راب يا استاذ معناها محمود، رزم احنا نعرف ايه وبويتري. الاغنيه. الاغنيه عباره عن ايه؟ كلمات، الحان، توزيع، مغني. عظيم، حلو قوي. الراب عباره عن ايه؟ حلو. لما الاغنيه وصلت للشكل ده ان هي كلمات فعلا والحان، الاول طبعا حضرتك كنت عارف ان هو كان شعر بس، بعد كده بقى حد ينشد، بعد كده حطينا وراه مزيكا. الراب او الهيب هوب كان ايفولوشن للفن الاغنيه دوت، بحيث ان احنا نغير شكله. بدل ما انا راجل بكتب كلمات اروح لواحد صوته حلو يغنيها، لا يا عم انا اللي هغنيها، ولكن هقدم قوه كتابيه. بس يعني ايه قوه الراب؟ هو القوافي القويه، مش مثلا زي اخوه تانيين بيتكلموا بيعملوا اغاني حلوه وفيها طرب وتلحين وبتاع، ولكن قوافي رديئه يكتبها اي حد، اللي هي مشيتها وبصيتها وضحكتها ومريتها ووقفتها. دي قوافي اي اتنين قاعدين على القهوه ممكن يجيبوها بشكل تلقائي وهم مش واخدين بالهم. انما القافيه الصح، السلنت رايم والبيرفكت رايم، انواع القوافي، الحاجات دي اللي اول ما يكون شخص فعلا عارفها يقدر يقيم المنتج الفني اللي قدامه. انا ما ينفعش اقول ايه فن الراب وايه العيال اللي طالعه لابسه واسع دي ومش عارف ايه، وحد يجي يقول لي يعني ايه راب، اقول له اصل انا ما اعرفش. فاهم؟ او يكون عندي فكره غلط عن الراب، اقول له ويجز ومروان باولو والناس دي، ما لا، ما مش ما هو دول برضه في ممثلين حاجه راب. في المجتمع النهارده. انا ما بقى قاعد بسمع مثلا واحد بيجي يتكلم يقول لي ايه جاي في ايد الرضا عشان اغدي النون. يعني انا بتكلم في ايه؟ ايه الفن في كده؟ ايه الفن في اللي انا قلته؟ هقول لحضرتك بالنسبه للمثال ده بالتحديد. الراب في انواع كتير جدا، بوم باب وتراب هيفي موفمنت، نيو سكول، اولد سكول. في فئه منه اسمها مامبل. مامبل دي معنى ده اسم الفن، معناه حرفيا هرطقه، طيب، غمغمه، ما بيقولش حاجه. طب ما هو لونه ناخد كده. انواع فن الراب بعد ما نروح طبعا لشهاب. اول حاجه اقسمهم لك من ناحيه المزيكا، لان المزيكا في الراب مختلفه، على اساسها بيتحدد ايه هي الجنر دي او السب جنر. الجنر ده اللي هو الشكل الغنائي اللي هو الراب، تحته في الوان تانية غنائيه. مثلا في البوم باب دوت اللون، مثلا على سبيل المثال بتاع احمد مكي، الجوكر، الناس دي. ده لون بيكون معتمد على الكلمات بشكل رئيسي، وهو ده يعتبر اساس الراب، لان زي ما قلنا راب يعني ريدم اند بويتري، شعر وايقاع. فممكن نقول ان النموذج الامثل اللي معبر لنا عن كلمه راب هو الاولد سكول او البوم باب، او يعني المدرسه القديمه كلها. فده لون من الوان الراب. اللي ظهر جديد بقى المامبل، هو موضوع بقى الرضعه والكلام دوت. تمام. ده فن بيعتمد على ايه، او ايه المميز فيه، ايه اللي بيخلي الناس تسمعه؟ ببساطه كلمات خفيفه، ما تقعدش تفكر وتشوف معناها ايه، او تحب او تزعل لا، هي فن بشكل مجرد.
احنا بنشوف شباب النهارده بتسمع فن الراب، تلاقي الشاب قاعد عمال يتأثر وبيعمل حركات غريبة جدا وتلاقيه عمال يخبط في الحيطان ويقول لك بكلام اصلا بكلام يعني معلش انا ممكن اقوله انا وانا قاعد. دي نقطة مهمة. الكتابة بتكون نوعين، البانش لاينز الصريحة والسهل الممتنع. في كلمات فعليا تبان سهلة وحضرتك ممكن تعتقد ان انت ممكن تكتبها، ولكن لما تبص للمغزى والشكل القافية والكلام ده، يعني مثلا القوافي انواع، لو حد ما يعرفش ده بالنسبة له هيبقى اي جملة غنائية زي بعضها. لما اقول قافية مائلة دي قافية صعبة، انا ككاتب كلمات عارف انها صعب انها تيجي، انما انت كشخص مستمع متلقي انت لا، انت مش هتفرق، فاهم ازاي؟ طيب استاذ محمود نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني.